بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما شاهدتوا يعني في المقطع اللي نزلته على المفسر اللي تجدون مقطع على حسابي، يعني أنا لا أجيب شيء إلا بالأدلة القاطعة. يعني قال ما بقي بعد النبوة المبشرات. قال ما هي المبشرات يا رسول الله؟ قال رؤيا المؤمن الصالحة تأتي كفلق الصبح. الرؤيا كلها مبشرات بخير، لا يمكن تفسر الرؤيا على أنها شر. وهذه المرأة يعني المسكينة لما فسرت الرؤيا عنده قال ياتيك امرأة، وهذه المرأة تظهر لك الخير وتبطل لك الشر. الله اطلع على الغيب، يعني ما يعلم ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى. كيف أنت يعني وصلت إلى الدرجة هذه؟ يعني كيف وصلت إلى هذه الدرجة؟ كيف وصلت لهذه الدرجة يعني اللي من خصائص الله سبحانه وتعالى؟ ما يعلم ما في الصدور إلا الله، ما لا رؤية تكشفها ولا أي شيء يكشفها، تبطل لك. يعني حتى الرؤية يعني تطلع على الغيب؟ الرؤية ما تطلع على الغيب. الرؤية هي عبارة عن توقعات مبشرة بخير، مثل حمل، مثل يعني رزق قادم لك، مثل يعني أشياء تفعلها تكون قادمة لك. أما أنك تعلم إن هذه المرأة بالرؤيا تكشف بالرؤيا أنها حتجيكم امرأة تبطل لكم الشر وتظهر لكم وتظهر بمظاهر يعني الخير، هذه من خصائص الله، نعوذ بالله. بعدين إذا صدقتك هذه المرأة حتشك في عمتها وخالتها وجدتها. مو المرأة يعني تتعلم عائلتها كلها، وعائلتها حيتخذون قاعدة محاربة كل من يجيهم. طبعا ما جاهم إلا اللي يعرفهم واصدقائهم واحبائهم. يقول يعني الشك لا تظن، لا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تبين يعني كيف يعني جتك امرأة، كيف أعرف أنها مبطنة لي شر؟ يعني أروح حقق معها يقول يعني أنت مبطنة لي شر، اعترفي أنك مبطنة لي شر. ما يجوز كذا. يعني نبطنه لك شر، يعني خلنا كان نبطنه لك شر، خلنا يعني ما تروج انت فاتح محلك تروج مخدرات ولا تروج ممنوعات، فاتح بيتك على كرم وعلى طيب وتسولف بعلوم زانه، واللي يجيك اصدقائك ما انت بجاي لهم تقول يعني نبي نعقد مؤامره ضد فلان ولا ضد فلان، كل سوالفكم عاديه وضحك وناسه ونكت. كيف يعني وما سمع ولا انت مسمعها الا شيء طيب للاخرين؟ كيف تبطل لك شر؟ كيف انا بعرف كيف تبطل لك شر؟ يعني انا حاط بيتي وكر يعني ابى قدري مؤامره، ابى شن يعني غرفه عمليات حرب ولا ويش؟